حياتي قبل ما الواحد يربي دقنه ويبدأ يصلي وكده، يعني كانت حياة مش طبيعية. الناس تقول لك كانت حياة عادية، لا هي كانت مش عادية. مش عادية يعني ما كانش بيصلي. واحد صاحبي في حادثة عربية مات، فساعتها الواحد بدأ يدور وقال لك تعالى بقى نصلي وتعالى نبدأ نتعلم الدنيا فيها ايه او الدين فيه ايه. الاخوان كانوا هم حوالي الفترة كده. بعد سنتين لقيت مش ده اللي انا عايزه، مش متماشيين مع بعض. قدرا يعني بالصدفة كده لقيت سيديهاية على رصيف بعد خطبة الجمعة، اشتريتها. لقيت فيها كلام جديد وغريب ودين يعني بيور، دي حاجة تقيلة جدا. دي كانت حاجة رغبة عندي جوه، يعني ايه ده، في حاجة اسمها سلفيين، طب ده في درس مش عارف لمحمد عبد المقصود، وهكذا. بدأت اشوف مكان لمكان، وبدأت الدنيا بقى الامن لقيته بقى بيجري ورايا واتعمل لي ملف وانا اجري منه. فالواحد اتعلمه في التجارب دي ان هو ما يبطلش يعني طرق على الباب، يفضل يخبط 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 لغايه ما الباب يتفتح. فلما بيتفتح بقى يا اما تفضلي جوه يا اما شويه وتزهقي وترجعي تاني. قررنا ان احنا ناخد فكره الكوره دي، هو فكره مسروقه من اتحاد الكوره، وعملنا ماتش بين سلفيين ومسيحيين. ماتش تاريخي. المهم ان الاثنين خايفين من بعض. مش قلقان، بس يعني هو موقف جديد وغريب والواحد زعلان مش قلقان. هو ما حصلش قبل كده، يعني ازاي يكون عايشين مع بعض وما عملناش ابسط حاجه اي حد بيعملها، اللي هو بيلعب معاه كوره. يعني احنا جنب مكاتبنا كلها، الشركه اللي شغال فيها كلها في كوستا كافيه، فالناس ما كانتش متقبله ان في واحد سلفي ممكن يقعد في كوستا. فده كان تمييز. واحده زميلتنا كانت معانا في المكتب، ايه ده انتوا بتقعدوا في كوستا؟ والله تخيلي. فقررت انتقم منها واعمل لها سلفيه كوستا. دي كانت فكره الاسم. يعني هي ندمانه بقى لغايه دلوقتي على المبادره دي. احنا مجموعه من الشباب السلفي اللي هو بينزل ويتحرك ويتكلم، واعمال خيريه ومجتمعيه ويساعد الناس ويكلم مسيحيين ويكلم ليبراليين، يعني الاندماج مع الناس بحيث ان هو ما يفضلش قافل على نفسه في مسجده ومعاه كتابه. وده دور محترم وكل حاجه، بس لازم يطلع شويه، لازم يتحرك اكتر من كده. العالم فيه اكتر من كده بكتير. الجو الكوره ده جو غريب جدا، بيخلي الدنيا تبقى تحت مظله واحده متحده. عايزه اسالكم دلوقتي، اول حاجه انتوا قلقانين من الماتش؟ في قلق من ايه بالظبط يعني؟ لا من النتيجه. اوكي عشان عادي طبيعتي ما بحبش تخسر اصلا. كلنا كده مش احنا بس. السلفيين ما بتقلقش. لا 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 لا، الموضوع كده. السلفيين برضه ما بتقلقش. فكروا ان الفائز لما يفوز يكون دي زي علامه من ربنا، هو ده اللي يفوز وده اللي يخسر. ليه مش كل مره نتجمع. بقول لك هو there is a sign. في ظل النظام السابق، مع ان النظام السابق ما كانش ليه ظل، ده كان هو كله ظلامي. فكانت كل حاجه متاثره. يعني هو كان بيميز بالشكل. يعني مثلا ماتش زي اللي عدناه امبارح ده بتاع السلفيين والمسيحيين، ده ولا الدموع كنت احلامي بيه اصلا قبل 25 يناير. كنا هنتاخد احنا الاثنين السلفيين والمسيحيين، يعني كنا نتعلق من رجلينا كده ونقعد بقى نسلم على بعض فوق السقف. ما كانش ممكن حاجه زي كده تحصل يعني. خلي بالك اول مره اطفال كسب. انا كاميرتي فين؟ يعني احنا ما عندناش تصور يعني احنا كسلفيه كوستا احنا لو مسكنا البلد هنعمل فيها ايه؟ لان احنا مش عارفين. احنا ممكن نعمل قهوه كبيره مثلا. ظاهره الفكاهه اللي منتشره في سلفيه كوستا ان دول مصريين. تاني حاجه ان الواحد لما بيتحط في كوردون او في كورنر معين بيبدا ان هو حاجه اسمها السيلف انترتينمنت، اللي هو يسلي نفسه بنفسه او بالناس اللي هي مشابهه نفس فكره. هتلاقي معظم الاقليات او معظم الناس اللي هي بتتحط في كورنرز دي بتلاقيهم هم دمهم خفيف. وتالت حاجه مش فاكرها.